4 يا رجاله. فلفل وانت يا برشامه مفيش حاجه اسمها شغل ماشي، عشان معايا ناس شغاله معايا برضه عادل. تمام بس جيلي. تمام يا معلم. ماشي يا حبيبي. حاضر يا معلم. ومفيش كلام لكم بقى. يلا. ايه يا عم هو منشف علينا كده ليه؟ هو معرفش بالظبط. ما اعرفش انا قافش علينا كده. احنا يعني ما احنا كفايه بالليل بيوم بنتعرض للخطر اهوت ومش عارفين الدنيا جايه معانا على ايه. خد ولا سجاره. الولاعه. الريحه دول قد ايه؟ مش عارف مين دي. الله يمسيك. سلام يا باشا. مساء الفل يا رجاله. مساء الفل يا حبيبي. كسر على نفسك. سلام يا حبيبي. كده ما نلعب. عايزين نروح نجيب الحاجه دي. انجز يا عم، قلت لك 150 جنيه. ماشي يا عم احمد وفيق، خد. انجز ويلا بقى من هنا، انت شايف الدنيا دوكه. ايه يا عم واحنا بنشحت منك؟ وحتى لو جاي تشحت مين قالك انها شحاتك؟ ايه يا عم احمد واحنا فتحناها سبيل؟ صح يا رياض. يلا يا رجاله. ماشي يا عم، بس في واحده كده يا رجاله. طب ايه رايك تخليهم 2؟ اصل احنا 2 برضه ولا صح. مفيش نظر؟ اصل احنا مش هتكفينا. ايه يا عم العيال دي مالها في ايه يا عم؟ ده ايه ده؟ ولع سجار. خد يا عم رياض، روق دماغك، العيال دول دوشونا. فصلونا بجد يا جدع. ايه ده؟ على فكره يا عم رياض، العيال دي لو جت تاني هعورهم. ده اقل واجب منك يا زميلي. هناك. دفع من الشيخ شباب اليومين دول الزمن ده. مالنا مش شباب دول مهمين ليه كده؟ بيبيعوا بنجو. بانجو؟ العيال دي يا عم الشيخ بقى لها لا يقل عن 4 سنين الطريقه دي. امال فين اهل البلد؟ في الحكومه. بلد ايه يا عم الشيخ؟ لا يا الشباب ما لهمش اهالي ولا ايه؟ بلد ايه ده؟ البلاد كلها بالطريقه السوداء دي. يلا يا ابراهيم نتكلم معاهم كلمتين لوجه الله، تعالى ننصحهم يا ابني. تنصح ايه يا عم الشيخ؟ ما دول هيسمعوا منك. يلا بس يا ابراهيم تعالى مش معايا. هيسمعوا منك يا عم الشيخ. لا تعالى معايا بس انا انصحهم لوجه الله، تعالى نخلص ضمير امر ربنا. خلاص يا زميلي. يلا بقى. عم احمد. حبيبي. عم رياض. حبيبي. ايه يا رجاله؟ عامل ايه يا زميلي؟ يا عم الحمد لله يا رجاله. على فكره يا رجاله، السيجارتين يا عم بتوع امبارح ما كانوش حلوين خالص وزعلوا الناس اللي معايا، وعلى فكره ما رضوش يجي معايا النهارده. واحنا ما نقدرش نزعلكم انت والرجاله. على راسي. ما انت حبايبنا برضه. بص يا زميلي، السيجارتين دول ليك انت والرجاله، ومثيل على الرجاله وقول لهم المعلم رياض بيمسي عليكم وبقول لكم استكانياسوا براحتكم. واستكانياس معاهم. حبيبي مسا الفل يا زميلي. الله يمسيك. سلام يا حبيب قلبي. عم رياض، عم احمد، معلش انا مزنوق وعاوز سجارتين ومعيش فلوس. شجرتين؟ معكش فلوس؟ ما فلوس هتفرج عليها هجيب لكم اي فلوس. ما تفرج عليك كمان؟ حبيبي والله يا زميلي احنا للاسف ما بنشككش في الحاجه دي. ماشي. طب انا هقول لك حاجه وهحلها لك، اول ما تفرج تعالى هتلاقينا هنا قاعدين في نفس المكان. ماشي يا عم. الله يمسيك، شرفتنا يا ماشي. جميل. ماشي. حبيبي يا جميل. هو احنا في ايه يا جدعان؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طلبات حجاج. ايه ده يا عم احمد؟ هي دي شكل ناس بتشرب؟ بص يا ابني انتوا شباب زي الورد، وحرام عليكم اللي انتوا بتعملوه. انتوا بتجروا في المخدرات، بتجروا في السموم، واخوك هيشرب وابنك هيشرب وابن عمك هيشرب، وده حرام. انت بتأذي نفسك وبتأذي غيرك، فحرام عليكم اتقوا الله. اللي انت بتصرفه على المخدرات وفره لنفسك، وحرام عليك صحتك وشبابك. هتضيعوا عمركم وشبابكم في المخدرات، اخرتكم هتكون ايه؟ يا تموت كافر يا تخش السجن. فلوجه الله تعالى انا بنصحكم وتتوبوا من اللي انتوا فيه ده. بعد اذنك يا مولانا. بصوا بقى يا شباب، الشيخ نصحكم بما فيه كفايه، ولا هو يعرفكم ولا انتوا تعرفوه. طريقكم ده اخر حاجه من الاثنين، يا الحبس يا الموت. السلام عليكم. يلا مولانا. ايه يا عم هو الكلام اثر فيك ولا ايه؟ فكك منهم. فكك منهم دي. هي الناس قالت غير انهم بينصحونا، وبعدين هو احنا مش بني ادمين علشان ما نتاثرش؟ ولو انت ما تاثرش فيك الكلام ده فهو اثر فيا انا، وعمره ما هيأثر فيا. هو لو في شغل غيره ما كنا اشتغلناه. شغل شغل شغل. هي دي الشماعه بتاعتنا اللي بنعلق عليها كل مصايبنا. تقدر تفكرنا امتى حاولنا نسعى على اي شغلانه شريفه وما لقيناش؟ يا اخي
يا اخي يمكن ربنا بعتهم لنا دلوقتي سبب لنا علشان نفوق من اللي احنا فيه. ما احنا طول عمرنا شغالين في الكار الوسخ ده، خدنا منه ايه غير اللي بيجي حرام بيروح حرام. وعلى رأي عمك الشيخ الطريق ده اخره حاجه من الاتنين، يا حبس يا موت، ده ولسه عقاب ربنا في الاخره. حد الله ما بيني وبين الشغلانه دي تاني، واتمنى انك تعقل وتفوق يا صاحبي. سلام يا صاحبي. اعلى يا رياض، خلينا نشوفك لعيشنا. براحتك يا صاحبي، وانا عارف ان انت هترجع لي. مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. قلت لك الفلوس بكره يا عم احمد، وفي ايه؟ ما احنا دايما مع بعض، وانت دايما كده قافش علينا. وقفش على اي حد، اما الحاجه في فلوس هتاخدوها، مفيش فلوس خلاص. انت بتفتح المطوه علينا، انت اتجننت. الواد مات يا قلبي انا. أيوة يا أحمد. يا رياض مالك يا أحمد؟ قتلوني يا رياض. ألو. مالك يا أحمد في إيه؟ طب أنت فين؟ انا في مكاننا. أنت فين؟ أنا جاي لك دلوقتي دقيقة واحدة هكون عندك يعني. أحمد. أحمد مالك يا أحمد في إيه؟ أحمد اللي حصل لك ومين اللي عملوا فيك كده يا أحمد؟ رد عليا يا أحمد. إيه حياة شيطانك يا أحمد؟ لا فضلت مصر على الغلط يا أحمد، رد عليا. مش الشيخ قال لنا الطريق ده آخره كده يا أحمد، يا حبس يا موت. وأنت في الآخر اخترت طريقك ده ليه يا أحمد؟ اخترت كده يا أحمد، رد عليا يا أحمد. ليه يا احمد عملت كده؟ طبعا يا جماعه احنا مش بنعمل يعني مش بنبيع مخدرات ولا بانجو زي ما انتم عارفين. احنا الحمد لله كلنا كباتن جيم محترمه وناس حلوه، والناس الكبار اللي شرفونا دول شباشبهم فوق دماغنا. احنا بنعمل حاجه بس نفيد بيها المجتمع، لان دي في المجتمع ثابته بقت وضع عام. بيع البانجو على الترع هنا وعلى القيود هنا وعلى كل طريق بنلاقيه. فنرجو من كل الناس بعد ربنا سبحانه وتعالى، من كل ولي امر يحافظ على ابنه. ازاي احافظ على ابني؟ انا بشغل ابني في العاشر، بقول له اعتمد الله، انا مش عايز منك الا 1500 هدفعهم ليك جمعيه. ما بسالوش الباقي فين، ما بسالوش انت بتسهر فين، ما بسالوش انت ملاحق مين، ما بسالوش مصاحب مين، ما بسالوش بتلف فين. لله ده كله واجب علينا ان احنا نسال عيالنا فيه. ابنك بيديك 1500، بال1500 التانيين اللي بيدبقهم من وراك ممكن بيجي تلاقيه يشتري، بيجي هنا يشتري البانجو ده، بيروح هناك يشتري البودره، بيروح هنا ياخد ماكس. فنرجو من ربنا ان الناس تحافظ على عيالها. الرئيس مش هيحافظ علينا وعلى الناس لا، احنا لازم يكون لنا هنا نقطه نمشي بيها، لازم يكون هنا احنا نقدر نأثر على نفوسنا وعلى اولادنا. احنا كولي امر، انا عمود البيت، انا رب البيت، فاعرف اسيطر على جماعتي، اعرف اسيطر على اولادي سواء بنات او ذكور. لله نحافظ على اولادنا. وطبعا كل الكباتن على راسهم الكابتن احمد قنديل، الكابتن محمد ربيع، الكابتن محمد، الكابتن محمود على راسهم الكابتن احمد، الكابتن محمد، كابتن مسلم، كابتن صابر، كابتن يوسف، الكابتن عمي وحبيبي المحترم اللي جه شرفنا عم حسني الجميل، الاستاذ المحترم عم حماده، والكباتن الاطفال الصغيره دي انا اتشرفت بيهم كلهم، واخوكم الكابتن احمد بيبرس. وان شاء الله هنعمل حاجات كويسه وحاجات جميله بتفيد المجتمع، ونرجو من ربنا انكم تدعمونا، وان شاء الله هنعمل حاجات كويسه ونفيد نفسنا ونفيدكم. وحده تصوير فيديو هنا الباشا حبيبي وعم ابراهيم، وحده التصوير الجميل اللي بنتشرف فيه معانا على فكره. تحياتي